السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما نبدأ نشكر الله ونصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ازاي اخواتي في كل مكان، كل سنة وانتم طيبين. النهاردة ان شاء الله جايب لكم خلطة طبيعية من الأعشاب الطبيعية ان شاء الله. حاجة بتنشط الحمام والطيور ومطهر معوي ويعمل على تنشيط الجهاز التنفسي. حاجة بسم الله ما شاء الله. الحاجة اللي هنعملها النهاردة مع بعض إن شاء الله حاجة مفيدة للحمام والطيور عموما. يعني عندك حمام كاشش كسلان وخاسس، الحمام كسلان بيعرج رجليه كسلانة، الحمام واقف على جنب. هنتكلم النهاردة في الفيديو إن شاء الله وهنعمل إيه عشان المرض اللي ما ينتشرش في الحمام. يعني نحاول ما يكون في حاجة داخلة على الحمام عندنا، نحاول على نعمل ايه عشان ما ينتشرش في الحمام. لو في حمام تعبان او حاجة نعزلها على طول. لو انا لاحظت كده وانا بحط الكلفة الحمام كله قرب وفي مثلا في حاجة راكنة جنب الحيطة، حاجة راكنة في العيون، اشوفها لو كش اروح عازلها خالص عن الحمام عشان ما يعديش ايه الحمام كله. يبقى ايه نعزل الحمام التعبان ونعرف ازاي الحمام الكاشش والحمام الكسلان. ولازم اول حاجه نعملها تكلف الاول، يعني تكلف تحط لهم الكلفه وهتشوف الاول ايه هتيجي هتكلف الحمام، هتشوف بقى الحمام واقف على جنب، الحمام كله بياكل، الحمام بيشرب، هتعرف ايه لو في حاجه عندك تعبان. وفي الوقت ده نقدر نشخص ايه الحمام او الطيور اللي عندنا، ازاي ايه تحصن الحمام من عندك عشان المرض ما ينتشرش عند الحمام السليم. الموضوع سهل جدا والطريقة لا يعني هنعملها النهاردة او الخلطة الطبيعية ان شاء الله هتكون سهلة جدا، مفيش اي حاجة يعني ان شاء الله. يعني حاجة سهلة عشان اختلاف ايه الجو وال بين فصل الشتاء وفصل الصيف ان شاء الله. وبشجع يعني كل اخواتي اللي بيشجعوني، متشكرين جدا اللي باعتين لي كومنتات والناس اللي واقفه جنبي. يعني كل واحد يتفرج على الفيديو وان شاء الله يعمل اشتراك ولايك. كل اخواتي وحبايبي يشتركوا لي في القناه ويعملوا لايك. العشبه هي اخواتي الكمون، عشبه الكمون وازاي نعملها وتتقدم ازاي للحمام. عشبة الكمون دي مفيدة جدا 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 للحمام ان شاء الله. لا تقدمه في لو انت عايز تقدمه في الكلفة ماشي، عايز تعملها بس انا عن رأيي اللي هو الكمون المغلي لمدة 3 ايام. نغلي الكمون على النار وهو بيغلي نسيبه ايه تغطيه شوية عشان الزيوت بتاعته ما تطيرش، الفايدة بتاعته تبقى ايه، يبقى الفايدة بتاعته فيه حاجة ايه تنفع الحمام. اول ما الكمون يبقى معاه تقدمه للحمام هتلاقيه يعني بسم الله ما شاء الله يعني ايه مرتين او 3 بالكتير او في الشهر. في الشهر كفايه. لو انت عايز تحطه على الكلفه ماشي، عايز تعفر على الكلفه وتحطه كده على الكلفه ماشي، عايز تحط في ميه هنعملها دلوقتي قدامكم عملي هنعملها ازاي. استنوني وهنشوف هنعملها ازاي. احنا جبنا الشعله اهي والبراد سليم وحطينا فيه ايه كوبايتين ميه اهو. هنحط معلقتين كمون، الكمون كله احنا كلنا عارفين الكمون اهو. يعني عشبة كله يعني في كل بيت، يعني مش هتكلفنا اي حاجه، بنجيبها من عند العطار. هناخد معلقتين نغطيها. البراد ده عاجبني عشان بعمل فيه الاعشاب للحمام والطيور في الغطا بتاعه حاجه بسم الله ما شاء الله. وهتغلي اهيت مع بعض وان شاء الله ايه هنقدمها للحمام. على ما تغلي ان شاء الله الكمون. هنتكلم مع بعض برضه على حاجه مهمه، يعني اهم حاجه النظافه للحمام.
النظافة في العيون والنظافة عشان دخلة الصيف هيخش بقى الطير بتاع الحمام والفاش والجدري. أهم حاجة نهتم بالنظافة، دي أهم شيء وأهم من العلاج، دي تلتين العلاج النظافة. ادي احنا حطينا 2 معلقة كمون على كوبايتين 3 كوبايات شاي. 3 كوبايات شاي تغلي ونسيبها تغلي ايه، ونقدمها للحمام دلوقتي. هتخليها تغلي لحد ما تغلي وتسيبها 5 دقايق، واول ما تغلي هنحطها تغطيها كويس عشان الزيت ما يطيرش بتاع الكمون، وتسيبها تبرد شوية. وبعد كده ايه هنحطها في السقاية. هنحط كوباية شاي على السقاية ال4 لتر. هنحط كوباية شاي كمون مغلي بس لما تبرد على السقاية ال4 لتر. واهم حاجة تكون انت معطش الحمام زي ما انا معطش كده، مكان السقاية اهو. انا معطش اهو بقالي يجي اكتر من 4 ساعات سليم. الحمام اللي هو بتاع الحمام بيطفي الشعر. ما تنسونيش بس تصلوا على سيدنا النبي وتشتركوا لي في القناة، كل اخواتي وحبايبي يشتركوا لي في القناة ويفعلوا الجرس واعملوا لايك للفيديو كل حبايبي. وان شاء الله كل حاجتنا الاعشاب الطبيعية، وكل حاجة ما بتكلفناش اي عشبة بنقدمها ومفيدة للحمام او الطيور او الدواجن ما بتعديش ال5 جنيه، ومن البيت ممكن تكون موجودة عندنا في البيت. يعني حاجة بسم الله ما شاء الله. عشبة الكمون دي جميلة، بتمنع الانتفاخ بتاع الحمام عند الحمام، ويساعد إزالة بتزيل الانتفاخ في ساعتها، ومقوي عامل الجهاز المناعي، يعني مقوي جدا لجهاز المناعة. وعنصر الحديد يقوي، يعني بيقوي فرد الحمام الطائر نفسه، بيخلي الطائر نفسه عظمه جديد وريشه ما بيسقطش او مهدل بيلمع. يعني الكمون دوت جميل، فايدة حلوة ودخلت الصيف عشان البرد بين الصيف اللي من دول هوا. ان شاء الله ايه ان شاء الله دلوقتي بتغلي ونرجع لكم تاني. 5 دقايق بس الكمون يغلي، عشان بس مش عايز اطول عليكم الفيديو عشان ما يبقاش الفيديو طويل. يعني 5 دقايق هيغلي ان شاء الله واسيبه يبرد وانا اقدمه للحمام ان شاء الله. وزي ما انتم شايفين الحمام بسم الله ما شاء الله هو صحته حلوه. انا مربيه كله على الاعشاب الطبيعيه، دي احسن حاجه للطيور والحمام والدواجن وكله. وان شاء الله كل يوم هنقدم فايده جديده بامر الله. بيقلب اهوت بوريلكوا على النار، وبنغطي هنسيبها تقلب شويه وهنسيبها تبرد وهرجع لكم تاني ان شاء الله. هنصفي بقى ايه الكمون، ونحط مقدار السقاية مليانة مية، مقدار كوباية شاي، عشان بس انا عايز بختصر الوقت عشان ما اطولش عليكم الفيديو. وهسيبها تبرد شوية. حاجة بسم الله ما شاء الله. كل علاجنا بالاعشاب وحاجة مفيدة. ونبقى نخش ان شاء الله نخش فصل الصيف يبقى حمامنا كله صحته جميلة وصحته حلوة بسم الله ما شاء الله، ما نحتاجش لأي حاجة. ادي احنا صفيناها كويس بالمصفى. ادي احنا قدمناها اهوت للحمام. بسم الله ما شاء الله. صلى على النبي، اذكروا الله وصلى على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله ما شاء الله. حاجة مية مية. كل اخواتي وكل اخ وكل اخت ما ينسونيش في الاشتراك في القناة ولايك. كل حبايبي يعملوا لايك للفيديو. وفي نهاية الفيديو ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.